رحت عند جارتي عشان أنشر الغسيل على السطوح ويا ريتني ما رحت. اللي حصل محدش يتوقعه ولا يتخيله. صاحبة القصة بتقول: اسمي شيماء، عندي 35 سنة. جوزي بيسافر شغل يعني الأسبوع أسبوعين، وبيجي يقعد معانا يومين 3 وبيرجع تاني شغله. عشان العيشة والدنيا على القد والسكن صغير والأولاد مصاريفهم كتير. بدأت حياتي معاه وكان كل أمل وطموح إن حياتنا تتغير، وإن في يوم من الأيام نحقق كل أحلامنا. مكدبش عليك، الحب كان محليلي كل شيء، وكان مهيألي إن أنا بعد كده هقدر أمسك النجوم بإيدي، وإن الحاجات الفلوس يعني والبيوت الكبيرة والحاجات اللي بيقولوا عليها دي ملهاش لازمة مادام اتنين بيحبوا بعض، وهبقى مبسوطة معاه. وبدأت حياتي ورحلتي معاه. بدأت بأول طفل، وده كنا في منتهى السعادة أول ما عرفت إن أنا حامل، وهو كمان كان مبسوط جدا. وكنا بنحسب وبنستنى اليوم اللي يجي فيه البيبي، وطبعا حصل نصيب وجات بنوتة زي القمر. وطبعا جوزي كان سعيد ومبسوط بيها جدا، بس هي تعبتني شوية وبدأت إن أنا أبعد واحدة واحدة عن جوزي بسبب الإرهاق مع البنت الصغيرة. كانت طول الوقت بتعيط وكانت عاملالنا دوشة كتير جدا وملخبطة حياتنا ومخلية نهارنا ليلنا وليلنا نهارنا، ومصاريف زادت ويوم تعبانة ويوم عايزة حاجات. والدنيا بقى كده بدأت تقلب واحدة واحدة. وطبعا لأني كنت بستخدم وسيلة اللي هي مش آمنة أوي يعني، فحصل نصيب بعد سنة من ولادتي البت دي، وبقى ربنا أكرمني تاني بالحمل. وحصلت خناقة رب السما مع جوزي، وقال لي ما عادش ينفع دلوقتي عيال خالص. قلتله هو ده اللي حصل، واتمسكت بالطفل وقلت ربنا اللي بيرزق وهخليه وزي ما تيجي. وكانت بقى هي دي بداية تدمير كل حاجة في حياتي. قضيت فترة الحمل بإرهاق محدش يتوقعه ولا يتخيله، والبنت الصغيرة كان لسه سنها صغير، كانش عندها غير سنة، وكنت برضه تعبانة ومرهقة جدا. وطبعا جوزي مكانش متعود مني على كده، طول الوقت كان يجي من الشغل أو السفر اللي هو فيه كان يقضي أجمل 3 أيام في حياته، لدرجة كان يقولي من كتر ما انتي خلتيني مبسوط بتخليني ممكن أقعد شهر بحاله من غير ما آجي، من كتر ما انتي بتهتمي بيا وبتخلي بالك مني على الآخر. وكنت بروق عليه، ما كنتش بخلي نفسه في حاجة أبدا، لا أكل ولا دلع ولا راحة ولا أي حاجة. المهم بدأت طبعا كل حاجة في حياتي بتتغير بسبب إرهاقي في الحمل وظروف البنت الصغيرة، وجبت الولد. ومن بعدها بقى حطيت حاجة آمنة جدا إن ما ينفعش يجي أطفال، وبدأت كده أربي في الولاد وقلت بس إمتى يكبروا ويجمدوا كده ويعتمدوا شوية على نفسهم ويبقى في استقرار. الحياة بقت مملة وصعبة جدا، ولكن الأطفال سنة الحياة. وبدأت الأمور بس من هنا بقى لما أنا قدرت إن أنا أخلي بالي من جوزي كانت حاجات كتير أوي اتغيرت. زي إيه؟ زي حبه ليا اللي بدأ يقل، وبدأ يبان إن هو مش موجود مع قلة اهتمامي غصب عني، وما عندوش أي تقدير إن أنا اللي بعمله ده واجبي، وإن أنا لو مش موجودة هو مش هيعرف يعمله، وإن أنا بربيله أولاده عشان يبقى ليها عيلة قدامه في الحياة. لكن هو ما قدرش كل ده، كان كل اللي شايفه الدلع اللي كان شايفه معايا وبس. ومادام ما بقاش موجود يبقى كده خلاص ما بقاش حاجة لها لازمة. واتفاجئت بإن بيقولي أنا عايز أتجوز. اتصدمت صدمة عمري، تتجوز ازاي يا راجل؟ ده احنا عيشتنا على القد ومفيش أي حاجة غير يا دوبك اللي رايح على قد اللي جاي. انت بتتكلم ازاي؟ ولا انت بتقولي كده يعني بتنرفزني عشان أنا مش مهتمية بيك غصب عني؟ وبدأت طريقة النقاش تكبر بينا والمشاكل تزيد، واخر حاجة وصلنا لها ان اللي هيتجوزها دي وعرفته بعد كده ان هي كانت ارملة
وإن جوزها سايب لها شوية فلوس ومش محتاجة حاجة، عشان كده هو كل اللي داخل بيه مجهود ومش أكتر، وعايزني أنا أكون الاستبن بتاعه لما يبقى يزهق يبقى يجي يتغير عندي جو. لكن أنا حلفت إني ما أكون زوجة تانية، ووقفت له على الطلاق وقلت له لازم تطلقني. قال لي هتعيش ازاي انت وعيالي؟ قلت له ده حاجة ما تخصكش، هرفع عليك حقهم منك كل حقوقهم وأشوف كل التزاماتهم القانونية. يا إما أنت لو مش عايز ما تشغلش بالك، مش عايزة منك حاجة، وأنا ربنا هيقدرني وهقدر أربي عيالي أحسن تربية. لكن أنت مادام أنت ما قدرتش وجودي وربايتي مع أولادك وتعبي وسهري، يبقى بناقص العيشة معاك. وبدأت كده أشوف في عينيه نظرة غريبة بعد رد، زي ما يكون مكانش متوقعة ومتأكد إن أنا هقبل بالأمر الواقع عشان الظروف اللي أنا فيها وعشان الولاد لسه صغيرين. وبدأ يعلي صوته ويقولي إن أنا بقى مش هطلقك، ووريني هتعملي إيه وإياك تتحركي من البيت. رديت عليه بصوت برضه عالي وقلتله أنا بقى هوريك إزاي إن أنا هسيب. وخدت حقوقي بالقانون وقدرت إن أنا أخلص منه كمان، وولادي بدأت إن أنا أوديهم حضانة، ونفس الحضانة اللي أنا وديتهم فيها ربنا رزقني بشغل. كنت ماشية وحياتي على القد. الشقة كانت بالصدفة والحمد لله تمليك مش إيجار، هي صحيح صغيرة والتين صغيرين مش كبار أوي. وبدأت الدنيا تمشي، جبناهم بعد معاناة، والحمد لله هم دول اللي نفعوني دلوقتي. لأن بالفلوس القليلة اللي كنت بشتغل بيها كنت بحاول أدبر بيها أموري ومصاريف أولادي. لكن مكدبش عليكم كانت ممكن الأمور تأثر معايا شوية، لكن كانت ماشية، ربنا ما بينساش حد. المهم جينا بعد كده، كانت عندي كمية غسيل كتير جدا، والمكان عندي صغير. فكانت جارتنا اللي جنبينا يعني في البيت عندها سطح كبير وعاملة عليه كده حبال غسيل كتير جدا، وبلكونتها كبيرة. فاستأذنتها وقلت لها إن أنا عندي شوية غسيل عايزة بس أنشرهم عندك على السطح. وطبعا في الوقت ده كان بقالي أكتر من سنة سايبة جوزي وهو كمان منفصل عني وراح يتجوز زي ما قال، وأنا قررت إن أنا أعيش حياتي لولادي وبس، وما كنتش بفكر غير فيهم طول الوقت، إزاي إن أنا أكفي كل التزاماتهم وأربيهم أحسن تربية وأعرفهم كل شيء مظبوط، وإن هما لما يكبروا ما يبقوش محتاجين لحد. وهو ده كان هدفي، لكن ما كانش هدفي أبدا إن لا أتجوز ولا أي حاجة. هتقولي يعني أنت مش زيك زي أي ست؟ لأ، زي أي ست، ويمكن أكتر من أي ست. بحس الحاجات اللي ممكن تتن تعباني ومزعلاني من جواي، وببقى فيها بسببها مش قادرة على آخري. لكن كان لازم إن أنا أكمل رسالتي اللي هي أهم من الحاجات دي، لكن هي موجودة مراحتش. يعني بحاول أحجز عليها من ناحية أي حد ممكن إن هو يحرك مشاعري دي. وفعلا في اليوم ده طلعت عشان أنشر عندها وأنا بعصر الغسيل، لأن غسالتي كانت عادية. عايزة أقولكوا هدومي كلها اتبلت بالصدفة، وبقيت مش عارفة أعمل إيه. لكن قررت إن أنا أخلص بسرعة وأنزل عشان الولاد نايمين. وفي الوقت ده اتفاجئت بحد طالع فوق السطح من ولادها. الست ديت اللي هي جارتي، أنا متعودة عليها، أنا في المكان بقالي أكتر من سنتين وصحاب جدا وبنروح وبنيجي على بعض، وكمان عارفة أولادها وهي عارفاني وعارفة أولادي. ولكن ابنها الكبير ده متجوز وكان طالع فوق السطح يظبط طبق الدش، وأنا كنت فوق بالصدفة وهو ما يعرفش. وشفت في عينيه نظرة غريبة جدا، بقى بيكلمني وعينيه مش بتبصلي أنا، بتبص على حاجات معينة. المهم حسيت كده إن أنا مبقتش مظبوطة وعايزة أهرب من المكان بأي شكل ومش عارفة أعمل إيه. المهم استأذنت منه وجريت بسرعة، ولكن وأنا نازلة باستعجال وقعت على السلم غصب عني، رجلي كده اتلوت تحت مني واضطريت كده إن أنا مش عارفة أقوم. جه سندني وقال لي معلش ألف سلامة، وبدأ يطمن على رجلي. ومن هنا بدأت كل الحاجات اللي أنا مش عايزة أعرف عنها حاجة ومش عايزاها تتجدد جواي، عايزة أتن للهدف اللي أنا عايشة بيه وبس. وفعلا حسيت حاجات خانتني وحسيت إن أنا مش مظبوطة، وعشان كده طلبت ناديت بسرعة بعلو صوتي على والدته، كان اسمها الست أم أحمد. فلقيتها طالعة جري، ومن قلت لها لو سمحتي اسنديني بس عشان أنا رجلي اتلوت غصب عني.
الست مقصرتش وسندتني وأخدتني عندها الشقة، وبدأت تجيب لي يعني علاج وكده، وربطتها لي وسندتني وودتني شقتي. بس يا ريت كل اللي حصل ده ما كانش حصل، لأن من ساعتها وأنا ما بقتش خلاص مظبوطة. بقى كل فكري وأنا نايمة وأنا صاحية في المشهد اللي حصل. المشهد ده أثر فيا بطريقة مش معقولة، وأكيد ده بسبب الحرمان اللي أنا فيه. ولكن أنا الحمد لله قدرت أسيطر على نفسي، لكن برضه تعبني نفسيا وأثر عليا، لأنه كده صح حاجات كنت بحاول أخبيها. وفضلت على كده حوالي سنة، خايفة أروح عند الست أم أحمد مهما الغسيل كتر، ومهما الظروف ما سمحتش إن أنا يعني أغسل الغسيل في البيت. وولادي كمان بدأوا يكبروا ويحلووا ويعتمدوا كمان على نفسيهم. فرقت الأمور والحياة معايا شوية. وكمان لما كنت بروح الحضانة كنت بعرف أتفاهم معاهم، وكمان كنت بقى أحفظهم وبعلمهم ومخلية بالي منهم، ودي كانت أجمل رسالة أنا كنت بقدمها. ولكن في يوم بالصدفة وأنا كنت في السوق بقضي شوية طلبات أنا والأولاد ومروحة، قابلت أحمد ابن الست أم أحمد الكبير اللي قابلنا على السطح، وبدأ يسلم عليا ويتكلم معايا. حسيت إنه انبسط جدا أول ما شافني، ومش عارفة ليه أنا كمان حسيت إن أنا مبسوطة أوي إن أنا شفته. من يوم ما حصل اللي حصل وهو ما راحش عن بالي، وطول الوقت بفكر فيه. لكن كنت دايما بذكر نفسي وأقول لها اعملي حسابك انت عندك رسالة تربية ولادك وبس، وما ينفعش انك انت تيجي على اكتر من كده في حقوقهم. لازم تنسي اللي انت عايزاه. وكمان عشان هو راجل متجوز، وافتكر ان دي اكتر حاجة تخليكي ما تفكريش في الموضوع. كنت بقعد اكلم نفسي كتير جدا بسببه، ولما شفته حسيت ان انا طايرة من السعادة، ولدرجة ان انا كنت حاسة اني مش عايزة اسيبه. وهو كمان بقيت حاسة كده الحاجات دي كلها في نظرة عينيه. واتفاجئت وهو بيقول لي هي حياتك دي كده كويسة وعايشة ومبسوطة؟ الصراحة بقيت مش عارفة أرد عليه وأقول له إيه. رديت وقلت له غصب عني، ما عنديش حل تاني، أنا لازم أربي ولادي. بدأ يكلمني ويقول لي أنا الصراحة معجب بيكي وبطريقتك وبشخصيتك جدا، وكنت دايما أتمنى إن زوجتي تبقى قوية وشديدة زيك كده، على الأقل لو جرالي حاجة أبقى مطمن على الولاد. بدأت أقول له أنا كمان مراتك ست كويسة، ويعني بنت حلال وربنا يخليكوا لبعض. وما اتجرأتش إن أنطق بكلمة واحدة، لكن عينيه كانت بتقول حاجات كتير. وسبته، وبعد كده وصلني للبيت بالحاجات اللي كانت معايا عشان الولاد، وبعد كده سابني ومشي. ما اكدبش عليكم، فضلت طول الليل وانا تعبانة جدا ومش على بعضي، وحاجات جوايا كده كتير داخلة في بعضيها، ومش عارفة اقول ايه وافتكرت ايام ما كنت مع جوزي واوقات الحلوة اللي كنا بنقضيها. وحصل كده شوية حاجات بيني وبين نفسي، وبقيت زعلانة جدا ونفسيتي متضايقة. ولكن قمت الصبح رحت شغلي كالعادة، ما هي رسالة بقى ولازم أكملها. ورحت الشغل، وبالصدفة لما خرجت من الحضانة اتفاجئت بإن هو مستنيني بره، وقال لي أنا عايز أتكلم معاكي في موضوع. المهم قلت له خير. قال لي الكلام هنا مش هينفع، وعزمني على الغدا أنا والأولاد بره. رحنا محل كشري كده جنب مننا، ودخلنا وقعدنا وأكلنا. واتفاجئت وهو بيقول لي أنا عايز أتجوزك. اتصدمت وقلت له أول كلمة قلتها إزاي أنت بتطلب مني طلب زي ده وأنت راجل متجوز؟ الصراحة ده طلب صعب جدا، أنا ما أقدرش إن أنا أوافق عليه. أنت عارف أنا سبت جوزي ليه؟ فقال لي الصراحة عمري ما سألتك ومعرفش ليه. قلت له عشان جوزي عمل زي أنت ما جيت تعمل دلوقتي، راح اتجوز عليا، وأنا ما اسمحش أبدا إن أكون زوجة تانية. يبقى ازاي النهاردة هسمح لنفسي ان انا ادمر حياة حد تاني واجي عليهم، وكمان ان انا اعمل الشيء اللي كنت معترضة عليه؟ قال لي ما هو مش معقول انت هتعيشي حياتك كده. بصي انا مش مرتاح مع زوجتي ومش متجوزها على حب، انا زوجتي متجوزها جواز صالونات. في حاجات كتير جدا اكتشفت ان هي مش مشتركة بينا، ومش مبسوط معاها بمعنى الكلمة، وكل حاجة انتقاد وعلو صوت وطريقة مش حلوة ابدا. والصراحة بقى مش قصة ان انا عيني فارغة، بس مش عارف ليه من اول ما شفتك وانا حسيت انك خطفتيني من جواي، وقلت ان هي دي اللي طول عمري بدور عليها. ولما قعدت أسأل عنك وعن حياتك وعن التفاصيل اللي انت عايشة بيها حبيتك أكتر ما أعجبت بيكي.
عشان كده أنا بقولك إن أنا محتاجلك، وأنا استحملت مراتي السنين دي كلها ومرضتش أطلقها عشان ولادي، لكن يعني أنا برضه ليا حقوق وعايزة أكمل معاكي حياتي. قلتله مش هينفع عشان المكان اللي أنا فيه الناس كلها مش هتسيبنا في حالنا، ولقيته بيرد عليا ويقولي انتي ممكن بكل سهولة تغيري المكان ونعيش حياتنا. قلتله بس مش هينفع، أنا خايفة من كلام الناس. المهم إنه أقنعني لإن من الآخر كده أنا كمان معجبة بيه من أول ما شفته، وحسيت إن هو ده الشخص اللي كنت بدور عليه، لإن برضه جوزي ده أنا ما كنتش متجوزاه على حب، لكن جواز عادي، ودايما كانوا بيقولوا إن الجواز بيجي بعد كده العشرة بتولد الحب، وهو ده بالظبط اللي أنا كنت حاسباله. لكن الحقيقة عشرته محببتنيش فيه خالص، وخلتني كمان بعد اللي عمله أنساه خالص وعايزة أمحيه من حياتي، ولكن بحكم ذكرته اللي معايا أولاده كنت مضطرة إن هو يبقى موجود ولو حتى بالسيرة الطيبة عشان أولادي. وفعلا كملنا كلامنا واتفقنا إن أنا أغير المكان، بس هو قالي إن جوازنا هيبقى في السر، وطلب مني إن جوازنا ده محدش يعرف بيه حاجة. الصراحة لما فكرت في كلامه لقيت إن كلامه كويس، يعني عشان إن محدش برضه يعمل لنا مشاكل، وإن زوجته وأولاده برضه ما يتبهدلوش. والصراحة مكسوفة من الحاجة اللي أنا سبت جوزي عشانها إن الناس تقولها إن أنا عملتها، لكن حقيقي ساعات الظروف بتحكم على البني آدم بحاجات كتير ما بيبقاش عامل حسابها. الصراحة قد إيه هو إنسان رقيق وحنين ومؤدب، وما خلانيش أشتغل وبقى يجيب لي كل متطلباتي ومتطلبات أولادي، وبقى مسؤول بكل حاجة عني. أجرت شقتي هناك بقيت أخد منها الإيجار، وهو شاف لي مكان وسكن بعيد عن المكان بتاعي، وبقيت مبسوطة والقرش بقى موجود والحمد لله، والتزامات أولادي، وبقيت مهتمة بأولادي أكتر، وصحتي ردت لأن فعلا الشغل بيجهد الست كتير جدا. لكن الصراحة بعد كده بقيت خايفة من اليوم اللي ممكن أواجه فيه مراته أو والدته أو أي حد من الناس اللي أنا أعرفها. وقلت له أنا خايفة في يوم إن حد يعرف إن إحنا اتجوزنا. قال لي ما تخافيش، الموضوع طول ما هو سر محدش هيعرف حاجة. وقضيت حياتي معاه، كانت أجمل أوقات عمري اللي كنت بقضيها معاه لما كان بيجيني. هو ما كانش بيبات عندنا أبدا في البيت، معروف ومتفقين إنه بيبات في بيته التاني، ولكن ممكن إن هو يجي يقضي معانا يومين 3 في الأسبوع، يعني ساعتين 3 بعد الشغل، ويوم أجازة، ويوم تاني بيقعد معانا نص اليوم. الصراحة كنت بعد الأوقات وكنت بحاول أساعده على قد ما أقدر، كنت بوفر له كل الاحتياجات والحاجات اللي هو محتاجها، وكنت ببقى سعيدة ومبسوطة جدا بإن أنا معايا شخص بيحسني وبيحبني وبيخليني مبسوطة، يعني وفي بيني وبينه تفاهم، لدرجة كل حاجة كان نفسي إن أنا أعملها وتحصل ويايا كنت بحكيله عليها وبطلبها منه. والصراحة عمره في حياته ما قال لي أي كلمة تضايقني. هي دي قصتي، لكن المشكلة إن أنا بقيت حامل ومش عارفة الناس هتعمل معايا إيه.